كولر. احنا مش بعدد البطولات يا حبيبي، احنا بالاداء. لو واخد بطوله امبارح وعندك ماتش وما عجبتناش وخرفت فيه وخسرتنا بطوله، هنقول لك بالسلامه. ما بالك ريبيرو اللي هو ما لعبش الا 7 ماتشات رسميه مع الاهلي، ما كسبش الا فرقه الضعيف، ولما كسبه حس ان هو عمل حاجه، وخسرنا في كاس العالم للانديه. وانا بقول لك لو عماد النحاس كان مكانك في كل ده، والله كنا ممكن نوصل لحته افضل ما كنا عليه في كاس العالم للانديه، وبالميت كنت هتروح ال 16 مرتاح جدا. لا عك وفوق العك. وكنا بنقول كاس العالم تقيل عليه، خليه في المحلي، خليه عقبال ما يحفظ الفرقه. انت ايه يا عم عايز تخسرنا بقى 11 بطوله عشان نمشيك؟ ده احنا بقول لك اللي جاب معانا 11 بطولة في بطولة وفي ماتش ولا بطولتين كان مضيع شخصية الأهلي اللي أي حد بيخاف منها ويعمل لها أي حساب. قلنا له بالسلامة طير أنت. أنت بقى هنصبر عليك لغاية إيه؟ ده أنت تحمد ربنا اللي إحنا قعدناك كأس العالم وبعديها 4 ماتشات في الدوري، وإحنا ما بنقبلش بالشكل اللي شفنا بيه الأهلي. أنت ريبيرو تلعب 7 ماتشات مع الأهلي، تتعادل مع إنتر ميامي، تخسر من بالميراس، تتعادل مع بورتو، تتعادل لي مع مودرن سبورت، تتعادل لي مع المحله، تكسب لي فاركو، تخسر لي من بيراميدز. كل الفرق دي يا ابني جنب النادي الاهلي ولا شيء، مع احترامي لتاريخها بقى في البرازيل ولا في امريكا ولا في مصر. والله